راح يصير 9 زائد 2 في الأول في الثاني راح يصير 6 دلتا إكس، زائد المربع الحد الثاني اللي هو دلتا إكس تربيع زائد 5 ناقص شباب 9 ناقص 8. طبعا هنا الثلاثة هم تربيع يصير 9 زائد 5، 3 ربعتها تصير 9 زائد 5. اعذروني ما هنا صارت شوية مخربطة، يعني أخلي ناقص 9 ناقص 5 تمام، بحيث الناقص 5 ويا الزائد 5 والسالب 9 ويا 9، لأن حذفتهن إشارات مشابهة مختلفة ونفس الكمية. فهنا ايش راح يصير عندي؟ 6 دلتا اكس زائد دلتا اكس تربيع على دلتا اكس. تمام. بعد راح اسحب عامل مشترك اللي هو دلتا اكس، فليميت طبعا دلتا اكس تقترب للصفر، دلتا اكس عامل مشترك اللي بقالي منها 6 واللي بقالي منها دلتا اكس. تمام، على دلتا اكس هذا يحذف ويا هذا، يبقى بس هذا تعوض به، فراح يصير تعوض صفر، 6 زائد صفر فراح يساوي لنا 6، طلع الناتج 6. واضحة الفكرة؟ السؤال الأخير من هاي المحاضرة باستخدام التعريف دائرة مطيني دالة كثيرة حدود. تمام، فيريد بعد ما تعوض بعد ما تستخدم التعريف تعوض الاثنين بعدين طلع ناتج. طبعا قانون التعريف كلكم حافظينه، راح يساوي